دكتور احنا دلوقتي عدينا الحمد لله مراحل الحمل بأمان، وحضرتك الست الحامل معانا دلوقتي منتظرة حضرتك في غرفة العمليات، وحضرتك داخل غرفة العمليات دلوقتي. ايه اللي بيدور في ذهن الدكتور ايمن وهو داخل يعمل الولادة للست الحامل اللي معانا ده، بحيث ان احنا مثلا متوقع ان في طوارئ معينة، المايند سيت بتاع حضرتك بيبقى داير فيه ايه؟ هل في حاجات معينة ممكن نتفاجئ بيها جوه؟ ايه الاحتياطات اللي حضرتك بتبقى واخدها في حيث ان انا ممكن لو واجهت اي حاجه اقدر اتغلب عليها جوه ان شاء الله؟ طبعا لو هنتكلم عن الولادة القيصرية فالمضاعفات بتختلف إلى حد ما حسب الحالة. يعني الحالة البكرية اللي لسه أول مرة تعمل قيصرية غير الحالة اللي عاملة مرة، غير الحالة اللي عاملة مرتين، تمام. غير الحالة اللي توائم، غير الحالة اللي عندها تسمم حمل أو عندها سكر، عندها مضاعفات أثناء الحمل نفسه، غير الحالة اللي داخلة في نزيف، جالها نزيف قبل الولادة. صح. فهمتني حضرتك؟ غير الحالة اللي عندها كوموربيديتي أو مرض آخر مصاحب للحمل زي أمراض القلب. كل دي عايزة استعدادات خاصة. أهم حاجة إحنا إخراج البيبي من البطن بأمان. الحمد لله. ومن أهم المشاكل اللي قد تواجه الطبيب في إخراج البيبي إن يكون في التصاقات شديدة نتيجة عمليات سابقة أو قيصريات سابقة. تمام. خرج البيبي الحمد لله بأمان. فاضل بقى بعد الشر النزيف، لا قدر الله النزيف. تمام. الرحم لازم ينقبض جيدا، وفي حالة حدوث النزيف في إجراءات كتير، منها إجراءات دوائية ومنها إجراءات جراحية، إن إحنا نتحكم في النزيف وإن إحنا نقلل الخطر بتاع النزيف أثناء الولادة وبعد الولادة. تمام. طبعا من أهم أسباب حدوث نزيف قبل الولادة أو أثناء الولادة هو المشيمة المتقدمة أو المشيمة الملتصقة لا قدر الله. تمام. تمام يا دكتور.